ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايلكم بوصفه جديده سهله جدا كالعاده، بس باضافه جديده. تابعوا الفيديو للاخر عشان تشوفوا الاضافه الجديده دي. انا هعمل بيتزا. البيتزا طبعا كلنا عارفينها، سهله جدا ما فيهاش اي حاجه زي ما قلت لكم. بس في اضافه جديده هحطها. انا هعمل 2 بيتزا. الاضافه الجديده دي هعملها في البيتزا التانية. خلاص، تابع الفيديو للاخر عشان تعرفي ايه هي الاضافه دي، من غير لحمه ولا من غير فراخ. خلاص، هنعمل احلى بيتزا. معانا دي معلقه كبيره خميره، ومعايا معلقه كبيره سكر ممسوحه طبعا. الخميره يا جماعه معلقه كبيره، ومعلقه صغيره بيكنج باودر، وربع معلقه صغيره ملح. ومعايا 3 كوبايات دقيق ونص، حسب طبعا حجم الصينيه اللي انت هتعملي فيه كميه الدقيق والحاجات دي طبعا، المقادير دي. خلاص كده هنقلب المقادير الجافه دي مع بعض اهي، وهنحط الزبدية. هتحط الزبدية كاملة. خلاص كده هنقلب كل المقادير مع بعض، وهنحط في حدود معلقة كبيرة خل. ندمج كل المقادير مع بعض كده زي ما انتوا شايفين. طبعا هعجن بايدي. طبعا يا جماعة اي حاجة بالخميرة بنعجنها بمية فترة. المية السخنة مية فترة، بس المية السخنة يا جماعة دي كوباية، دي انا هستخدم الكوباية دي بس للعجن. المية السخنة جامد يا جماعة بتموت الخميرة، لازم تكون مية فترة. هعمل هنا بايدي كده، هعجن بايدي. انا عايزه العجينه تكون ايه فيها إيه طراوه شويه، يعني ايه طريه، ما تكونش ناشفه قوي. فيها ايه سن التلزيقه كده. خلاص، لما بتكون كده يا جماعه بتبقى العجينه هشه وحلوه لما بتتخبز يعني. خلاص، انا عملتها بالاسترتش، هسيبها بقى تخمر. العجينه بعد ما خمرت معانا اهي زي ما انتوا شايفين، بصوا جميله جدا. الخميره دي يا جماعه اللي هي في الاكياس، ما تجيبيش اللي هي السايبه. السايبه مش حلوه، انا جربتها في باتيه بوظت لي الوصفه يا جماعه. دي طبعا جبنه رومي وزيتون وفلفل اخضر. ودي الصلصه طبعا بتعمليها بشويه زيت وتومه، وبتعمليها ببصل بودر وتوم بودر وملح وفلفل. لو ما عندكيش الصلصه او مش عايزه تعملي الصلصه طبعا بتعملي كاتشب بدلها. انا هجيب الصينيه هنا وهدهنها ايه دهنه زيت كده بسيطه، مش كتير. انا دهنت الصينيتين خلاص كده. انا هنا بقول لكم المكونات بتاعه الصلصه وعملتها ازاي. خلاص، طبعا زي ما قلت لكم البهارات اللي فيها، وبتبقى بسيبها تتسبك لغايه ما تبقى بالشكل ده. بس بكون عصره الطماطم ومصفياها. بنعرف ازاي ان هي سبكت، الزيت بيطلع فوق الوش يا جماعه وبتفصل عن الطماطم. ففي الحاله دي بتكون خلاص اتسبكت كده. خلاص العجينه هي طبعا العجينة لو عندك لبن بودر بتحطي لبن بودر فيها بتبقى حلوة جدا، بس انا ما عنديش. بس هي طلعت هشة وجميلة جدا برضو، يعني مش هتقول لا لو ما حطيتش فيها لبن بودر يا جماعة، بس لو عندك حطي بتبقى احسن برضو. خلاص كده انا هقسم بقى العجينة تلت وتلتين، يعني ايه الصينية الصغيرة التلت، والتلتين في الصينية الكبيرة. زي ما قلت لكم العجينة انا عايزاها بتلزق شوية، عشان بعد كده اما تتخبز تبقى هشة وحلوة زي ما انتوا شايفين كده. باخد حتة كمان عشان ايه تبقى الكمية مناسبة للصينية. انا هنا بكورها، بقرصها يعني، دي اسمها تقريص. اهي زي ما قلت لكم عشان القطعة تبقى مناسبة لحجم الصينية.
دي الصينية الصغيرة هحط فيها ايه دي واسيبها شوية، وهعمل التانية دي برضو. لو اول مرة تشوف بنفس طريقة دي يا جماعة، لو اول مرة تشوف القناة دوس على كلمة اشتراك وفعلي زر الجرس كلمة الكل عشان يوصلك كل جديد انا بعمله. خلاص كده. انا ما بنزلش فيديو يا جماعة، ما نزلتش فيديوهات من زمان، لان بصراحة المشاهدات واليوتيوب بصراحة انا حاسة ان في ظلم اصلا من اليوتيوب بجد. آه، فالواحد ملوش نفس بصراحة ان هو يشتغل. اهو كده انا سبتها ترتاح، وكده بقى ايه ببططها على اساس تتفرد كلها في الصينية. خلاص انا بططت الاتنين اهو، عملت حافة زي ما انتوا شايفين كده، عملت حافة لايه لل... للفطرتين للبيتزتين. الوقت هتعرفوا انا عاملة حافة ليه كده. خلاص كده. وكل ما هتسيب العجينة ترتاح هتبصي تلاقي وانت بتفرديها سهلة جدا وتتفرد معاكي بسهولة. لازم ترتاح بعد ما تكوريها كده زي ما انت شفت انا عملتها. هنجيب بقى الصلصة وندهن البيتزا. وانا حطيت عليها معلقة سكر يا جماعة صغيرة البيتزا الصلصة دي، وشوية خل على اساس اديها طعامة الكاتشب. وهي كانت زي الكاتشب بالظبط، كان طعمها حلو جدا. هندهن كده زي ما انتوا شايفين اهو. عايزة تزودها عن كده دي حرية شخصية، عايزة نفس كده زي ما انا عاملة عادي. خلاص كده. ده اول صينية، دي البيتزا العادية اللي احنا بنعملها اللي كلنا بنعملها بس بدون فراخ ولا لحمة. خلاص. البيتزا التانية بقى هي اللي فيها ايه التكاية الجديدة، عشان كده بقولك اتفرجي على الفيديو لاخر وقت. انا هنا جبت بيضتين اهما وهملحهم، هحط ملح، ما هملحهم يعني يا جماعة هحط الملح والفلفل. خلاص. ادي الفلفل اهو، انا ما بكترش عشان مش بيحبوا الحاجة الحراقة. وملح. طبعا انا هنا مراعية ان الجبنة الرومي بتبقى حادقة، مش مكترة الملح برضو. وفي زيتون، فلازم تعملي حساب الحاجات دي. انا هنا بخرم القاع بتاع البيتزا اهي على اساس ما تنفخش، بس مش بوصل بالشوكة لتحت خالص اهي. هنا بقى بحط البيض. لو عايزة تجري الفيديو في المرحلة دي جريه. هي التكاية في البيتزا التانية، الإضافة الجديدة في البيتزا التانية. خلاص كده. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنجيب ايه؟ هنجيب الجبنة الرومي اهو بعد ما حطينا البيض، وهنرشها على وشه زي ما انتوا شايفين كده. وزعيه كويس قوي كده على كل البيتزاية عشان ما يبقاش في حتة وحتة. هجيب الفلفل، طبعا احنا مقطعينه غسلينه ومقطعينه. عايزه تقطعيه قطع صغيره قطعي، عايزه تقطعي حلقات زي ما انا عاملاه كده برضو، دي ايه براحتك حسب ما انت بتحبي. زي ما انتوا شايفين كده انا بوزعه، واحط الطماطم. واحط الزيتون برضو. خلاص كده انا حطيت كل الاضافات اهي. لسه بقى الجبنه الموتزاريلا.
مش معنى ان اللحوم غالية والفراخ غالية مش هنعمل حاجة يا جماعة، لا هنعمل برضو حاجات اقتصادية وحلوة. محدش يطلع يقول لي لا الجبنة الموتزاريلا غالية والجبنة الرومي غالية. انا جايبة ب10 جنيه جبنة رومي، عشان محدش يقول لي لا ما كل الحاجات دي غالية. والكيس بالجبنة ده انا جايباه من رمضان، عندي لسه فاتحاه. انا كنت جايبة كيسين وده كيس تاني كان موجود عندي لسه فاتحه اهو. مش هعمله كله طبعا، عشان محدش يقول لي برضو ما هي ايه خدت برضو فلوس. وربنا يوسعها علينا جميعا يا جماعة يا رب. اللهم ارفع الغلاء عننا. هنا بقى الصينية التانية عملت برضو بنفس الطريقة الصلصة اهو. والحافة برضو على اساس ان ايه البيض ما يطلعش فوق. هنا بقى ده الاضافة الجديدة يا جماعة، ما تستغربوش، جربوها، جربوا الطريقة. ده فول مدمس بس مش انا اللي عاملاه، انا شارياه من بره. خلاص اهو. هنفرده كده في الصينية. زي ما انتوا شايفين كده. ما حدش يقول يعني جربوا يا جماعة، جربوا. هي عجبتهم جدا على فكرة، والله مش كلام يعني، عجبتهم جدا على فكرة. اهي. هنجيب برضو بقى ايه بيضة. انا كنت مجهزة بطين بس ايه قلت بيضة كفاية عشان دي الصينية صغيرة. والبيتزاية دي عجبتهم اكتر من اللي بالجبنة الرومي. اهي. خلاص شايفين بقى الحفة اللي انا عاملاها عشان ايه؟ عشان البيض والحاجة ما تتكبش، ما تطلعش بره. هنحط برضو هنا الفلفل الاخضر. هي البيتزا دي يا جماعة عبارة عن ايه؟ عبارة عن بواقي اكل. يعني اللي كان مخترعها كان جعان وكان عنده بواقي اكل، قام عامل العجينة دي وحط البواقي الاكل عليها واخترعها وخلاها سماها بيتزا. ف... فهنا بقى ايه مش يعني مش حاجة غريبة الفول عليها، لا. انتوا جربوا. خلاص كده حطيت الفلفل. احط الطماطم. واحط هنا الزيتون. خلاص كده نجيب بقى الجبنة الموتزاريلا. انا هنا بقى كنت مولعه الفرن، لازم اولع الفرن قبلها يا جماعه بحوالي نص ساعه. سخن الفرن حلو قوي. البيتزا بتعوز درجه الحراره عاليه يا جماعه، يعني هتسخن الفرن وبتكون على درجه حراره عاليه. وهتحطيها ايه في الرف اللي في النص. هي ما بتاخدش وقت. وزع الجبنه كويس كده اهي. دي جبنه الحمد يا جماعه، حلوه قوي في البيتزا اهي. زي ما انتوا شايفين كده. هنا بشرح لكم ازاي تحطوها على درجة حرارة الفرن وتحطها في الرف اهو.
هنا بقى خلاص دخلناها الفرن وطلعت اهي زي ما انتوا شايفين. بصوا الجمال. هي عالية من الطروف لكن من النص يا جماعة عاملة سمكها حلو. هي عالية كده من الطروف، شايفين الجبنة على اساس ان احنا عاملين لها حافة. شفتوا الجبنة بتموت ازاي، مطت ازاي. انا هنا كانت سخنة ومش عارفة امسكها اهي. دي اللي بالجبنة الرومي. شايفين. الصراحة كانت جميلة جدا. بصوا يا جماعة، تحفة بجد بجد تحفة. بصوا هو بتاع، شايفين رقية من اهي. يا ريت تجربوها. ودي بتاعت الفول بقى، اللي هي الصغيرة دي اللي عملتها بالفول المدمس اهي. شايفين. الصينية برضو سخنة مش عارفة امسكها. تحفة يا جماعة، يا رب تعجبكم ويا ريت تجربوها وتقولوا لي رأيكم. اهي شايفين. جميلة جدا. دي استنت شوية احمرت عندي، بس دي كانت استوت فطلعتها. شايفين. يا رب تعجبكم. اهي دي كانت وصفتنا النهاردة اهي. يا ريت تجربوها. انا كنت سعيدة بوجودي معاكم، انتظروني في